من خناقة حضانة لسطور في الشارع في نهار رمضان. يا ترى ايه اللي حصل؟ في شبين الكوم بمحافظة المنوفية انتشر فيديو على السوشيال ميديا في نهار رمضان لست كانت راكبة عربية ملاكي، وأول ما شافت أخو طليقها وهو سايق توك توك وقفت العربية ونزلت طلعت سطور أو سنجة وكان معاها كلب، وضربت أخو طليقها طعنات متفرقة. وطبعا الشرطة قبضت عليها ولسه بيحققوا معاها عشان يعرفوا كل التفاصيل. كل اللي حصل ده بسبب الخلاف على حضانة طفل. كل اللي بيحصل ده بسبب قانون الأسرة الظالم لكل الأطراف. المفروض قانون الأسرة ينظم الجواز والطلاق والنفقة والحضانة، بس الواقع ان في ستات متعلقه سنين في المحاكم، ورجاله بتدفع ومش شايفه اولادها، واطفال تايهه بين اب وام، والضحيه الحقيقيه هي الطفل. يعني ايه ام تقعد سنين عشان تاخد نفقه اولادها؟ يعني ايه اب يشوف ابنه ساعتين في الاسبوع؟ هو ده عدل؟ قانون الاسره يعامل الراجل دايما على انه متهم، حضانه مش في ايده، ورؤيه ساعات قليله، وشكوى ورا شكوى، وفي الاخر يقول لك اصبر. اللي حصل ده نتيجه ضغط وظلم، مش فجور ولا بلطجه. لما الناس تفقد الثقه تاخد حقها بايديها بنشوف سطور بدل ورق محكمة. قانون الأسرة موجود عشان يمنع اللي حصل ده، مش عشان نوصل له. أنا مش ببرر العنف والضرب، بس بسأل ليه أصلا وصلنا لمرحلة إن خلاف حضانة يتحل في الشارع؟ السؤال الأهم، هل القانون محتاج تعديل ولا الناس مش بتطبقه صح؟ اكتبولي في التعليقات.